ازيكم عاملين ايه يا ثانويه عامه؟ عايزاكم تركزوا معايا في الفيديو ده عشان الفيديو مهم جدا جدا جدا. قبل ما ابدا، هو الفيديو ده فعلا هيكون حل لمعظم مشاكلك دلوقتي ولمعظم طلاب ثانويه عامه، سواء الطلاب اللي لسه ما بداتش خالص، حتى الطلاب اللي بدات وعايزه تراجع، او حتى الطلاب اللي بتفكر تاجل او تقسم. فانت اكيد شخص من الثلاثه دول، لا اما مراكم، لا اما مخلص، لا اما عايز تاجل وتقسم وتريح دماغك اصلا من السنه. فكمل معايا الفيديو لحد الاخر عشان ان شاء الله تستفيدوا. انتوا طبعا عارفين ان انا بدات في شهر 3. سلمى انت قلت لنا 500 مليون مره، قولي لنا بقى بداتي ازاي، قولي لنا عملتي ايه ومشيتي عليه. بص، انا كنت ماشيه على جدول 35 يوم. الجدول ده تقريبا اكتر حاجه اشتهرت بيها، لاني فعلا تعبت فيه جدا عقبال ما عملته، لان هو ما جاش معايا عشوائي. انا عملت قبليه بتاع 3 4 5 6 7 8 9 10 جداول، لان انا فعليا اصلا يعني يعتبر الدروبز اللي عندي كانت خلصت في شهر 2. بس انا بدات شهر 3 لان طول مثلا فتره اللي هو الشهر من 2 ل 3 انا كنت بقى مش عارفه هبدا ازاي. المدرسين خلاص خلصوا تقريبا، يعني قربوا يخلصوا العضويه وقربوا يخلصوا الحديثه، وانا ما فتحتش المنهج. وطبعا كشخص طول عمره الحمد لله من الاوائل او شخص مجتهد، فبالنسبه لي الموضوع كان صعب جدا جدا جدا، يعني بعيدا عن الدروبز اللي انا كنت فيها. والموضوع كان صعب. بعد ما خلصت وبدات افوق شويه لنفسي، لقيت بقى موضوع المنهج اللي متراكم عليا، واللي انا مش عارفه اصلا هخلصه امتى ولا هخلصه ازاي ولا هسمع لمين. طبعا مستحيل ان انا اشترك منصات في كل ده. يعني اصلا فكره ان انت تشترك منصات في كل ده، هتشتري منهج السنه كله مره واحده. مش فكره فلوس، الفكره ان انا مش هعرف اخلص المحاضرات دي كلها. اصل المحاضره يا جماعه بجد على المنصه بتبقى معديه 3 4 ساعات، ده غير فيديوز الحل بيبقى عاملين 500 فيديو حل حرفيا. اصل فيديو حل كتاب كذا، وفيديو حل كتاب كذا، وفيديو كويز، وفيديو الواجب، بتلاقي نفسك دخلت حرفيا في دوامه فيديوهات هي ما بتخلصش. يعني ممكن المحاضره تاخد معاك يوم كامل وما تخلصهاش. فطبعا قلت لا، يعني انا اكيد مش هقعد اضيع وقتي ده كله، لازم نذاكر بذكاء الفتره دي. فانا كنت بذاكر في اليوم 3 مواد. تمام، كنت بذاكر لغتين علميين، يعني بذاكر مثلا كيمياء وفيزياء مع عربي، انجليزي وجيولوجيا واحياء مع بعض. تمام، طبعا انا جيولوجيا كانت مضافه نظام جديد، بس انا مش دفعه 25. فانا جيولوجيا عندي كانت السبع ابواب، السبع ابواب كاملين. والفرنساوي كان متضاف، كان الاربع وحدات، وكل واحده فيها 3 دروس، يعني كنا اصلا بنعامل الدرس كانه يونت. فيعتبر كان عندي 12 يونت. تمام. فانا ان شاء الله ان شاء الله قررت كده قرار، مش عارفه، اعتقد انتوا يعني هترحبوا بيه، ان انا هبقى معاكم على مدار 35 يوم على جروب التليجرام. هتلاقوا اللينك موجود هنا في البايو، ولو انتوا على اليوتيوب هتلاقوا اللينك موجود في اول كومنت. لازم تكونوا موجودين في الجروب ده، لان كل يوم هنزل لكم المهام اللي انتوا المفروض تخلصوها. وعايزه اقول لكم هنزل لكم المهام الصبح، ولو مثلا في يوم انا يعني مش هعرف ان انا اصحى بدري او ان انا هكون مطبقه، هنزل لكم المهام قبلها بيوم. يعني هنزل لكم المهام بالليل، فاهمين؟ يعني لا اما الصبح اللي هو انت يومك مش هيتاثر، لا اما بالليل خالص. فاعتقد كده انا هكون عملت اللي عليا. على 35 يوم هكون معاك على مدار ال 35 يوم. هبعت لك المهام اللي انت المفروض تعملها، سواء انت مثلا هتذاكر النهارده الدرس الاول فيزياء، الدرس الاول كيمياء، درس الانجليش مثلا. تمام، هيبقى على جروب التليجرام. بس اتمنى يا جماعه معلش 500 الف كومنت عندي في البرايفت، وان انا مش عارف هعمل ايه بقى في الدروس دي. في حاجه اسمها يوتيوب، افتح يوتيوب ومع نفسك عيش في 500 الف مدرس. كمان الفتره دي رغم ان انا عندي امتحانات وداخله على الميد ترم بقى وحاجه ما اقولكوش كده، يعني عسل، حاجه عسل زي ما بيقولوا. فمحتاجه دعواتكم عشان اكون على مدار ال 35 يوم معاكم. وكمان شوفوا بقى المفاجاه الاكبر من كل ده، ان انا ممكن كمان يعني ممكن ده احتمال ان انا كل يوم اصور لكم فيديو تمشي يومكم ازاي على مدار اليوم. يعني من اول ما تصحى هتذاكري الماده دي ازاي وهتحل فيها ايه وتسمع مين والكلام ده. ممكن اقول لكم مثلا، يعني هنزل لكم فيديو اليوم الاول من معسكر ال 35 يوم، المفروض تسمع مين وتحل كتب ايه وتذاكري الماده دي ازاي. فلو عايزين برضو كده اكتبوا لي في الكومنت، وانا هشوف الكومنت بتاعتكم كلها. وطبعا لازم تكونوا عاملين فولو عشان كل فيديو من المعسكر يوصل لكم.